السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. رجعنا لكم بقصة جديدة، ودي تاني قصة لينا في رمضان. بس قبل اي حاجة تعالوا كلنا نصلي على النبي، ولو انت مش مشترك في القناة انزل اشترك وفعل الجرس عشان يصلك كل القصص الجديدة. وقصتنا النهاردة بتتكلم عن سلمى واخوها محمود. يلا بينا. انت فين يا سلمى؟ بابا هنا مولع الدنيا على فكره. يلا حاولي ما تاخريش عشان بابا رجع من الشغل. ده محمود يا جماعه الخير. محمود كان بيكلم سلمى اخته. سلمى دي اخت محمود الكبير، لان سلمى دي كانت سهرانه مع اصحابها. محمود اخوها رن عليها وقال لها يلا علشان الساعه جت 10، وبابا عمال يتكلم ويسال عليك ولسه جاي من الشغل، وطبعا بابا ما بيحبكيش انت تخش بعديه البيت. سلمى متعوده انها تخلص شغلها وتنزل تقعد مع اصحابها شويه، وطبعا الحكايه دي مش كل يوم، كل فين وفين. بس باباها ما بيحبهاش انها تدخل البيت من بعد، وده طبعا من باب الادب والتربيه. المهم محمود رن على اخته سلمى، لها انت فين وتعالي يلا وما تاخريش اكتر من كده. سلمى قالت له انا هطلب الاوبر وجاي على طول. وسلمى كانت فين يا جماعه الخير؟ كانت قاعده مع اصحابها في كافيه جنب الشغل بتاعها. المهم هننقل على منظور سلمى واصحابها. انا همشي يا بنت، ما هو لسه بدري، احنا قايلين ان احنا هنسهر مع بعض النهارده براحتنا. محمود اخويا رن عليا وقال لي ان بابا خرب الدنيا هناك في البيت. طالما بابا عايزني كده يبقى مزاجه متعكر وربنا يستر، واكيد هو جاي من الشغل النهارده متعكر، فهيعكنن علينا النهارده عادي. هو ده بس الحوار ولا اخوك محمود عايزك علشان في مصلحه تانية؟ النت فاصل وهشحنه الباقه وانا مروحه، خايفه اتاخر اكتر من كده والاقي السنترال اللي عندنا على اول الشارع قفل، وما ينفعش ما اشحنلوش الباقه النهارده، ده يخرب الدنيا، لان اخويا ما بيعرفش يقعد من غير النت في البيت. على فكره انت ممكن تعملها من على الموبايل، محتاجه رصيد يا فهمان، وانا خطي ما فيهوش رصيد، ما اقدرش اشحن، ما اقدرش احول مجال، وكده مش هقدر اشغل الباقه لمحمود، وبكده ما فيهاش دخول البيت. يعني من الاخر انت عايزه ايه؟ الصراحه انا عايز اروح، لان لو ما روحتش دلوقتي هاخد علقه من بابا محترم. دول يا جماعه الخير سلمى بتتكلم مع اصحابها، فيبداوا يهزروا مع بعض شويه لحد ما الاوبر اللي طالباه سلمى يجي. سلمى طلبت اوبر ومروحه على البيت، ومن هنا بدأت قصتنا يا جماعة الخير. هو الأوبر ده سلمى تنزل من الكافيه اللي هم كانوا قاعدين فيه على مجية سواق الأوبر. سلمى عمالة ترن على الأوبر وهو عمال يكنسل عليها والرقم غير موجود في الخدمة. والسواق ده عبيط ولا إيه؟ سواق أوبر مشهور يعني، هو عامل خاصية ليه ده؟ ده شركة أوبر شكلها هي اللي عاملة الخاصية دي. لما بعت له أشوفه فين ده؟ حضرتك فين بالظبط؟ علشان أنا اتخنقت. ودي تجيلها رسالة مرة واحدة يا جماعة الخير. انا واقف بقالي 10 دقايق باصص عليك من العربيه اللي بتدي انتظار دي. باصص عليا؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ طب طالما باصص عليا مش انده عليا او حتى يرن عليا. وطبعا سلمى استغربت جدا، تخيل سواق اوبر واقف قدامك وبيبص عليه. المهم يا جماعه الخير سلمى تاخد بعضيها وتروح تركب العربيه. سلمى وهي بتركب العربيه استغربت جدا من حاجه غريبه، ان العربيه ما فيهاش نمر. ازاي سواق اوبر وعربيته ما فيهاش نمر؟ وحصل حاجه يا جماعه الخير هتفهمك اللخبطه دي كلها، هقول لك ايه هي بس انت اصبر عليا. سلمى ركبت العربيه، من هنا قام سواق الاوبر مدور العربيه ومشي. العربيه اللي جت خدت سلمى عربيه رينو، جت خدتها من قدام الكافيه ومتجهه على البيت على طول. وفي ثانيه الا ثانيه صاحبتها اللي كانت قاعده معاها بترن عليها، يا سلمى سواق الاوبر واقف تحت من بدري. واقف فين يا مجنونه انت؟ انا في العربيه راكبه معاه اساسا. سلمى لما كان سواق الاوبر ما كانش بيرد عليكي فوق، انا قلت العيب يمكن في خط، فرنيت انا عليه من عندي، فهو كلمني دلوقتي وقال لي انا واقف تحت. انت يا بت يلا سلام باي، هي ناقصه عتها. وطبعا سلمى ما حطتش الموضوع في دماغها وكملت مشوارها. هو انا ممكن اقول لحضرتك على حاجه؟ اتفضل. انا ما كنتش عارف اعمل ايه علشان اوصل لك، والحل الوحيد ان اراقب تليفون حضرتك، وبمجرد ما عرفت ان انت طلبت اوبر جيت انا وعملت سواق الاوبر. يعني ايه بقى؟ انا مش فاهم. السواق اللي جالك عند الكافيه هناك ده هو سواق الاوبر الحقيقي، ومش انا كابتن الرحله. ايوه انت مين يعني؟ مودينا على فين بالظبط؟ انا اسمي خالد، فاكره الاسم ده يا سلمى؟ خالد مافيا. خالد مافيا ده يا جماعه الخير كان واحد مراقبها في الرايحه والجاي، وده بيخلي سلمى تنزل اي مشوار يراقبها ويفضل يبص عليها. وسلمى اشتكت لكذا حد من خالد ده، لانه كان على طول بيضايقها في الرايحه والجاي، وما كانش بيسيبها في اي مشوار كانت بتروحه الا لما يضايقها، مع ان سلمى حطته في اكتر من مشكله وبرضه ده مازال مراقبها. وللعلم عزيزي المشاهد ان خالد مافيا ده كان في مصحه وبيتعالج، ده حتى سلمى واصحابها كانوا مطلعين عليه اسم ايه؟ مصحه. انا مصح يا سلمى، فاكراني؟ سلمى تسمع الكلمتين من هنا، حتى سلمى كانت مستغربه من شكله جدا، من طريقه الكاب اللي لابسه والنضاره الشمس اللي لابسها بالليل دي. وسلمى ما كانش واخده بالها من ملامحه لما كان واقف لها في الشارع، لكن لما ركبت معاه العربيه لقيته بيطلع نضاره شمس وبيلبسها بالليل، ودي طبعا مش تصرفات واحد طبيعي. وطبعا سلمى ما ركزتش معاه. المهم سلمى تسمع الكلمتين من هنا، تحاول تفتح باب العربيه، الباب ما بيتفتحش، المسوكر قافل على العربيه قفله سودا. ما تحاوليش تنزلي، انا مش هسبب لك اي خطر، على فكره انا هوصلك لحد باب بيتي. وسلمى بتحاول ترن على مامتها او باباها، مامتها جرس ومحدش بيرد، وباباها تليفونه غير متاح، فرنت على مين؟ على محمود اخوها الصغير. قال يا محمود انزل لي تحت البيت، انا داخل على الشارع. خلاص انا قربت، البس وانزل وما تاخرش، هنروح انا وانت على السنترال، انجز يلا بسرعه ما تاخرش. للعلم يا سلمى انا لو كنت عايز اذيكي ما
كنتش وصلتك عند بيتك. ما تخافيش، انا هوصلك سالمه امانه ومش هسبب لك اي اذى زي ما قلت لك. يا ريت تزود السرعه شويه وتحاول توصلني بسرعه على قدر الامكان علشان بابا مستعجلني. سلمى حاولت ان هي تتمالك اعصابها وما رضتش تحسسه ان هي قلقانه او خايفه منه. وعايز اقول لكم يا جماعه الخير ان التوتر اصلا ماسكها بينهش فيها. المهم يا جماعه الخير هي داخله خلاص على الشارع، ومين اللي واقف لها تحت البيت؟ محمود اخوها الصغير. لو سمحت يا استاذ خالد نزلنا عند الولد الصغير اللي واقف هناك ده. مش هو ده اخوكي؟ ايوه هو ده، لو سمحت نزلنا عنده بالظبط. خالد يقوم مزود سرعه العربيه يا جماعه الخير وسايق العربيه على اخرها ويقوم مفرمل قدام الولد الصغير اللي هو اخوها، وطبعا هو قاصد انه يخبطه خبطه بسيطه. سلمى قعدت تصرخ من هنا يا جماعه الخير، يروح خالد فاتح لها الباب. يلا انزلي بسرعه، بقول لك يلا انزلي انزلي بدل ما اموتك هنا، وعلى فكره انا راجع لك تاني. وطبعا سلمى نزلت من العربيه جري عشان تشوف اخوها حصل له ايه. وطبعا خالد خد العربيه من هنا وفلق على الاخر. انت كويس؟ فيك حاجه؟ محمود اخوها هيقول لها انا كويس مفيش حاجه، بس كانت رجله وجعاه شويه من اثر الخبطه وكده. ده كان هيموتني يا سلمى. هو مين ده؟ هفهمك كل حاجه فوق، يلا نطلع دلوقتي. سلمى تاخد اخوها محمود ويطلعوا على شقتهم فوق. عايز اعرفك عزيزي المشاهد على بيت سلمى ومحمود. بيتهم نظام دورين. عارف انت عزيزي المشاهد الشقه اللي بتبقى نظام دورين، يبقى دور للاوض فوق ودور للصاله تحت، وشقه محمود وسلمى بالنظام ده. المهم دول يطلعوا البيت من هنا. سلمى لا لقت مامتها ولا باباها في البيت. هو بابا وماما فين؟ عمو حسن عمل حادثه وبابا خد ماما ونزلوا جري وقالوا لي استنى اختك هنا عقبال ما تيجي، وانا نزلت استنيتك تحت في الشارع زي ما انت ما قلتي، علشان تقريبا انت ما كانش معاكي المفتاح صح؟ ايوه مفتاحي مع عمك من الصبح. وعمك حسن عمل حادثه ايه دي؟ انا مش عارف بصراحه، ممكن ترن عليهم تساليهم. ما انا رنيت على ابوك غير متاح وامك مش بترد. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ طب هو انت شحنت النت؟ نت ايه دلوقتي؟ هو ده وقت نت ورجلك معمول؟ ده غير المصيبه اللي بتحصل. معرفش يا سلمى، خلاص شوف انت هتعملي ايه وانا معاك. انا هطلع غير هدومي وارن على بابا ونروح له. وفعلا سلمى تاخد بعضيها وتطلع اوضتها علشان تغير. اصبح مين اللي قاعد تحت لوحده في الريسبشن؟ محمود. وسلمى طلعت علشان تغير هدومها فوق، وفجاه تلاقي محمود اخوها طالع جري عليها وعمال يخبط على باب اوضتها. سلمى فتحت الباب ودخلت محمود اخوه. محمود يدخل الاوضه مفزوع وخايف ويروح قافل باب الاوضه. في ايه يا محمود؟ مالك خايف كده ليه؟ في حد تحت. حد زي مين يعني؟ في حد خبط على باب الشقه وقال لي اختك سلمى فين؟ فقلت له فوق بتغير هدومها. فلسه بساله انت مين وعايزها ليه؟ راح زق باب الشقه ودخل الشقه هنا، دخل البيت معانا وانا طلعت اجري وسبته في الصاله تحت. وسلمى تسمع الخبر من هنا قلبها يقع في رجليه وعماله ترن على باباها ومامتها ان حد فيهم يرد. محدش بيرد. رنت عليهم فوق ال10 مرات، فضلت ترن لحد ما مامتها رد. انت فين يا ماما؟ في حد هنا معانا في البيت وشكله كده جاي يسرقنا او هيعمل اي مصيبه. ايوه حد اتهجم علينا في البيت وانا مش عارفه اعمل ايه انا ومحمود. انا هبلغ البوليس عقبال ما تيجي بسرعه يا ماما بالله عليك. فجاه يا جماعه الخير سلمى ومحمود ما يسمعوش اي صوت ولا دوشه تحت، وطبعا سلمى ومحمود في اوضتهم فوق. طب هو لو ما زال تحت مش المفروض كان يعمل دوشه او حتى يجي يخبط علينا؟ ممكن توصف لي هو كان لابس ايه؟ كان لابس كاب كده ونضاره سودا وكان لابس جاكيت جينز. كان لابس جاكيت جينز. وطبعا طلع مين؟ سواق الاوبر يا جماعه الخير. خالد مصحها رجع تاني زي ما قال لها. وسلمى تسمع التفاصيل من اخوها محمود قلبها يقع في رجليه، وطبعا هي مش عارفه تتصرف ازاي ولا تعمل ايه. واخوها محمود لسه عيل صغير. في سكينه على الترابيزه اللي قدام اوضتي، كنت باكل تفاح امبارح وما شلتش مكان، هطلع اجيب السكينه دي علشان لو حاول يعمل لنا اي حاجه. لا اوعى تطلع، خلينا قاعدين هنا في الاوضه لحد ما بابا وماما يجوا. اسمعي مني بس علشان لو هجم علينا نعرف نتصرف ونعمل اي حاجه ندافع عن نفسينا، حتى اديها لك انت حتى. خلاص هنفتح الاوضه بالراحه، هتجيب السكينه وترجع على طول. ماشي ما تخافيش يلا بينا. وفعلا محمود وسلمى يفتحوا الاوضه من هنا يا جماعه الخير. محمود يروح يجيب السكينه وهم مش سامعين لاي صوت ولا اي دوشه. وطبعا سلمى مستغربه، طب هو لسه تحت؟ طب حتى لو تحت مش عامل صوت ولا حس ليه؟ وبدا الخوف يزداد اكتر واكتر. سلمى قعدت تتسحب واحده واحده وبصت على الريسبشن من تحت. وقفت عند السلم اللي بيطلع لاوضتها وعماله تتلفت وتبص ناحيه الصاله كده. الدنيا ضلمه تحت وهو شكله مطفي الانوار كلها. وفجاه واحده يا جماعه الخير انا تحت يا سلمى وقاعد مستنيكي وقاعد لي. وسلمى تسمع الكلمتين من هنا تاخد بعضها وهوبا جاري على اوضتها. وطبعا اخوها محمود في ظهرها خايف جدا. سلمى ترن على مامتها تقول لها احنا بلغنا البوليس وجاي لك في السكه، ما تخافيش ده ممكن البوليس يوصل قبلينا كمان واحنا خلاص داخلين عليك اهو انا وبابا. وابو سلمى ياخد التليفون من مامتها ويقول لها ما تخافيش انا جاي اهو في الطريق. وفجاه وهم قاعدين في الاوضه يا جماعه الخير، وطبعا خالد عند عداد النور من تحت عمال يطفي وينور يطفي وينور. وطبعا خالد مربي لهم الرعب فوق. وعايز اقول لك ان محمود وسلمى خلاص على الاخر، وابن المجنونه قاعد تحت في الصاله ولا على بال. فجاه يسمعوا صوت هبد باب الشقه ويدخل البوليس وباباها ومامتها ويكسروا عليه باب الشقه من هنا يلاقوه قاعد في الصاله. البوليس راح مكتفه ويديله كام قلم على وشه، والاب والام يطلعوا لعيالهم فوق يطمنوا عليهم وياخدوهم وينزلوا. ده حتى سلمى شايفه مصحه ده والبوليس واخده وطالع بيه، ومصحه عمال يقول بصوت عالي انا بحبها ومش هسيبها وانا مش هسيبها هرجع لها تاني. سلمى ما تخافيش ده داخل المصحه تاني مش هيطلع منها، ده مجنون رسم. وابو سلمى عمال يطمنها، وتبدا سلمى تقول لهم انتوا ما كنتوش بتردوا على التليفون ليه؟ ده بقاله اكتر من نص ساعه تحت وانا كنت هموت.
محمود جالنا خبر ان عمك عمل حادثه، وفي واحد رن علينا من تليفون غريب قال ان اخوك حسن عمل حادثه وبين الحياه والموت. فخدت بعضك انا وامك وطلعنا جاري، لكن رحنا على المستشفى ما لقيناش اي حاجه، بس الرقم اللي اتصل بينا رقم غريب جدا، حتى الرقم اهو. وسلمى تبص تشوف الرقم هو نفس الرقم اللي مصحة رن عليها من لما كان مستنيها بالعربيه تحت الكافيه. يعني مصحة كان مرتب كل حاجه، وطبعا هو كان حاططها في دماغه. وسلمى بخير ومحمود بخير وعيلتها كلهم بخير والحمد لله. وعايز اقول لكم للعلم ان القصه دي حقيقيه بجد، لكن انا زودت حاجات من عندي وزودت شويه احداث. المجمل من القصه دي ان لو في واحده فيكم حصل معاها حاجه ما تخبيش على اي حد في البيت، تروح تحكي لمامتها او تروح تحكي لباباها او تروح تحكي لاخواتها. لازم تروحي تحكي لاي حد، ما تخبيش. اوعي تفكري ان هم خوفا ما ينزلكيش الشارع انك ما تحكيش. لازم تتكلمي وتقولي كل حاجه، لانك ممكن توصلي لمرحله ان الشخص ده ممكن يخطط لك لحاجه انت دون علم بيها، وده طبعا خطر عليك. وكلامي ده مش موجه للبنات بس، كمان انا موجهه للشباب. ودي يا جماعه الخير كانت نهايه قصتنا. اشوفكم على خير القصه الجايه. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين.